مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجة 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم من وراء الميكروفون نعيمات خلف، وزملائي بالكنترول شيرين ومروان. ضيفتي بالاستديو الدكتورة آلاء عمر الإبراهيم، ماجستير بالجراحة العامة والتنظيرية، خريجة جامعة دمشق وما شابهها. اسمحوا لي رحب بضيفتنا لنبدأ حلقتنا. ومساء الخير دكتورة. مساء النور، اهلا بك استاذ عماد. بتشكر القناه على الاستضافه اللطيفه. شكرا لك دكتورة. مستمعينا إذا حابين تنضموا وتأغنوا لقائنا، طبعا راح نكون مسرورين جدا لما بتنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أو عبر الاتصال برسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4. مشاهدينا يلي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، بكومنت رح نجاوب على أسئلتكم. أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص الجراحة العامة، أو موضوعنا اليوم هو بيخص شريحة النساء، أو إذا صح التعبير المرأة، ما تترددوا، تواصلوا معنا وأغنوا حلقتنا بأسئلتكم. ومحبي برنامجنا شاركوا رابط برنامجنا لحتى يستفيدوا من زملائكم أو أصدقائكم عبر الفيس من هالمعلومات القيمة. بداية رح نطلب من دكتورتنا البداية كمدخل تعريفي إلى جراحة الثدي. دكتورة، شو بنعني؟ هلا جراحه الثدي هي كل شيء اجراء بينعمل على الثدي، من مثلا بذل كيسه ثدي، او اجراء خزعه لكتلي، او خزعه استئصاليه. فيني اقول مثلا في عندي هن قسمين كبار اساسيات، هن جراحه الثدي الورميه وفي جراحه غير الورميه. جراحه الثدي الورميه لما انا بكون فايت على سرطان ثدي. طبعا بهيك حالات في انواع، في استئصال ثدي تام، في استئصال ثدي بسيط. طبعا كل شيء بيرجع حسب كل مريضه وكيف كيف خلينا نقول مثلا نوع الورم عندها وكيف حالتها. جراحة الثدي غير الورمية هي اللي بتنعمل على آفات الثدي السليمة، مثلا كتلي أخذت خزعة منها، خراج ثدي مثلا تفجير الخراج، أو مثلا كيسة ثدي مختلطة عملت لها بزن متكرر مثلا. فهدول من القسم الأساسيات بالجراحة. تماما، هاي كمدخل بس. تماما. دكتورة، العوامل المسببة لآفات الثدي سواء كانت مثل اللي ذكرتيهم، كانوا خراجات أو كتل أو أكياس أو غيرها، يا ترى شو هن العوامل المسببة؟ السبب الأول والأهم هو فرط الأستروجين داخل المنشأ. يعني السيدة بتعاني من ارتفاع خلينا نقول بالاستروجين. هلا ارتفاع الاستروجين خلينا نقول هو اهم سبب بحدوث الكتل تبعت الثدي. اذا بدنا نحكي على كتل الثدي، الاضطرابات الهرمونيه اللي بتصير عند السيدات، التقدم بالعمر مثلا هو احد الاسباب اللي بتعمل لي داء اللي في الكيسه، اللي هو التليفات مع والكيسات اللي بتصير للثدي مع التقدم. بالنسبه مثلا لكيسات الثدي، اكثر شيء بنشوفها مثلا عند السيدات المرضعات. كيسة ثدي هلا ممكن نشوفها طبعا عند غير مرضع، بس عم نحكي انه عند مرضع، قيلة حليبيه ممكن تختلط بعدين. بالنسبه لخراجات الثدي، هلا خراج الثدي ببلش هو خلينا نقول هو ببلش كالتهاب بالثدي. التهاب ثدي ما تعالج علاج صحيح، فبتقدم ليصير عندي خراج. هلا التهاب الثدي فيني انا اقول انه بيرجع اذا كانت المراه مرضع ام غير مرضع. التهاب الثدي عند المرضع معروف سببه هو انه السيده بعد الارضاع ما بتهتم بنظافه تعقيم الحلمي بعد كل رضعه، وهذا الشيء المفروض انه نحن لازم نعمله، لانه في عندك انت جراثيم طبيعيه موجوده على الجلد بنسميها فلورا طبيعيه هي. فاثناء الارضاع راح تفوت نتيجه مص البيبي يعني الطفل، فراح تفوت اجبار لجوا، وبالتالي ممكن تعمل لي التهاب. ببلش طبعا الالتهاب الاول ما تعالج بشكل مناسب راح يتطور اخر شيء لخراج. هلا التهاب الثدي عند المراه غير المرضع، تمام، سيدي ما أنا مرضع، فغالبا بده يكون في عندها مشكله مثلا توسع اقنيه بتعمل ركودي، فهي ممكن تعمل لي التهابات ما تعالجت بشكل صحيح رح تتطور بالاخير لخراجات. تماما. دكتورة، ذكرتي البيبي طفل، ايضا ممكن يكون الطفل نفسه هو السبب لالتهاب الداخل، يعني هلا ممكن خارجي، يكون فطريات ممكن أو بس شيء. غالبا اذا كانت المرضع عم تعتمد بس على الرضاعه الطبيعيه المفترض ما يكون في هيك شيء. اما اذا في ارضاع صناعي ممكن يصير في عنده فطور عند البيبي طبعا، او اشتراك بين الطبيعي وبين الصناعي. اما اذا عم تعتمد على الرضاعه الطبيعيه فما في سبب يفسر ليش لحتى يصير في عندي فطور انا بفم يعني البيبي. ملاحظة مهمة جدا. يعني السيدات اللي عم يسمعونا بتمنى انه كل مين عم يسمعونا هلا ضيفتنا بالاستديو الدكتورة آلاء عمر الإبراهيم،
ماجستير بالجراحة العامة والتنظيرية. عم نحكي عن موضوع مهم كتير، هو العضو اللي يعني مهم جدا طبعا لأنوثة المرأة سواء كانت السيدة أو الصبية خلينا نقول، يعني لأنه هن أحيانا بيكونوا كمان في نسب معينة، أرقام معينة كمان بينصابوا بآفات، يعني تمام سواء كانت يعني رح نتطرق لهالموضوع هذا أكيد تمام. كثير. دكتورة، هل كل كتلة ثدي، يعني خليني هلا أحط حالي بدال أي مستمعة، يعني هل كل كتلة ثدي تعني مرض خبيث أم لا؟ طبعا هل لا، هناك كتل حميدة؟ لنوضح لمستمعاتنا هالشي هذا. طبعا لا. بالاول اصلا ما كل كتله رح تكون كتله. أها. يعني كثير مرات انا مثلا ممكن افحص الثدي، اثناء الفحص بجزء بفكر انه هي كتله، ما بتكون هي كتله. مثلا مثل ما قلت لك، مثلا القيلات الحليبيه اللي بتصير عند المرضع، الركودي مع الوقت لما بتتكرر اكثر، خلينا نقول لما بتختلط الكيسه بالاحرى مع انتان، او مثلا بتختلط الكيسه خلينا نقول بنزف، يعني كيسه حليبيه نازفه، فاثناء الجس رح تلاقي في قساوي بالجس تبعيتها، فانا صلابة بفكر انه يعني. تمام في نعم. قساوي، فانا بفكر انه هي كتله ثدي. بالمقابل هي موضوع ابسط من هيك. أها. هاي طبعا عم نحكي احنا مو كل كتله ككتله. تماما. في حال انه انا تاكدت ان هي كتله، ما بالضروره تكون الكتله هي كتله خبيثه، لانه في عندي انا السيدات خاصه الصبايا باعمار صغيره، اغلب الحالات هدول بيكون الكتل عندهم هي ورم غده ليفي، وهو ورم سليم. يعني فيك تقول هو عباره عن مجموعه الياف مع بعض البعض عم تلي مثل كتله. هو ورم سليم طبعا، بتطلب بس مراقبه، لانه اكيد السيده اللي عندها خلينا نقول ورم غده ليفي احتمال انه يصير معه مشكله بعدين، مو مثل اللي ما عنده ابدا، بس هو بالاخير هو ورم سليم طبعا. بس بيفترض بكل سيده اذا شافت هذا الشيء انه، او خلينا نقول اذا انت انا قلت لها انه انت عندك ورم غده ليفي، هو صح ورم سليم، بس ما بيستدعي اني انا طنش. لا، لازم انا راقب، طبعا لازم راقب، وطبعا لازم الطبيب هو اللي يفحص ويقيم ويقول انه هذا هو هيك. حلو كتير، مهم كتير هالنقطة هاي. يعني دكتورة، كطبيبة جراحة عامة، كيف بتشخصي المرض عندك بالعيادة، سواء كان بالفحص السريري أو بالجس أو بالإجراءات التشخيصية مثل الإيكو والتحاليل والإجراءات؟ هلا نحن أول شيء بيهمني قبل كل شيء هي القصة المرضية. قصة لازم أول شيء ناخذ قصة منيحة من المريضة، يعني القصة تكون كتير جيدة. لازم أخذ قصة شخصية، وفيني أقول لك مثلا سوابق شخصية وسوابق عائلية. يعني مثلا أنا لازم أشوف السيدة نفسها إذا عندها مشاكل تانية، تمام. السيدة إذا كان في عندها بالعيلة، شو قصدي بالسوابق العائلية، هي الأم أو الأخت. إذا في قصة سرطان ثدي عند أم أو أخت بالذات، يعني قرابة درجة أولى، أيوة. فهذا بيزيد من احتمالية لما تجيني أنا السيدة مثلا جسيت عندها كتلة. عم نحكي عن موضوع الوراثة معناتها. طبعا عن الوراثة. تجيني أنا مثلا سيدة عم نقول أنت مثلا إنه كيف شخص المرض، يعني كيف تشخص عندها سرطان. تماما. هلا تشخيص السرطان لما تجيني السيدة أنا، ممكن أنا جس كتلة، ممكن ما تجيني بشكوى كتلة بالأساس، ممكن تجيني تقول لي مثلا والله عم شوف سائل مثلا من الحلمي. يعني مو بالضروره تجي انه هي لانه عندها كتله بالثدي، في عندك كثير شغلات ممكن تجي انه في عندها نزيف من الحلبي. نعم. ممكن تجي مثلا لانه حاسه انه هلا من جديد هذا الثدي كبران مثلا عن الثدي الثاني، في وزمه بكلا الثديين مثلا، في عندي شيء. طبعا اخر شيء ممكن اقول لك انه هي جاسه كتله. طبعا هون بيجي انا دور انه انا لازم اخذ قصه من السيده نفسها، نمط حياتها، خلينا نقول عاداتها الصحيه، تدخين الكحول، هالقصص كلياتها. 2 بدي اخذ منها اذا في قصه عائليه. بعد ما بخلص انا اخذ القصه لازم اعمل فحص سريري. الفحص السريري طبعا بيعتمد على اني دائما لازم انا افحص الثديين، ما في شيء انا جاي افحص بس الثدي اللي هي عم تشتكي منه. قطعا يعني. طبعا لازم انا افحص الثديين. يعني انا لازم اتعرف على قوام الثدي السليم عندها، وبعدين جس الثدي اللي انا شاكك فيه مشكلي. دكتور عفوا، ممكن نوجه المايك شوي لحتى تمام. الصوت يكون واضح؟ تمام. فلازم انا افحص الثدي السليم عندها، وبعدين بنتقل بفحص الثدي اللي هي شاكه فيه بالمشكله. تماما. لحتى انا اقدر قارن اذا في مشكله او لا. الفحص السريري طبعا بهيك حالي انا ممكن جسيت كتلي، لازم انا احدد حواف الكتلي، واضحه معي ما انا واضحه معي، هالكتله عم تتحرك معي ما عم تتحرك معي. بدي اشوف شو مواصفات الجلد اللي فوق هالكتله. طبعا قوامها، المنظر الخارجي الجلد، بدي اشوف الجلد تبعيتها الفوق متحرك ام غير متحرك، في اي علامات على الجلد، اي علامات التهابيه، الاحمرار، الوزمي، طبعا فرق الحراره بين كلا الثديين مثلا. كل هي الامور انا لازم اخذها بالفحص السريري تبعيتي. طبعا في علامات ممكن توجهني انه ممكن من القصه مثلا جايتني سيدي مرضع مثلا، في احمرار، في كذا، في الم، خلينا نقول تطورت عندها بكير، ما صار لها شيء مثلا من شهر او شهرين مثلا طلعت عندها، انا ممكن نشك بهيك حالي انه هي ممكن تكون كيسه حليب مختلطه، ممكن نشك بخراج، ما راح افكر بورم يعني. بعد ما بناخذ طبعا القصه، اخذنا الفحص نحن،
في حال انا شكيت بخباثه، سيدي ما انا مرضع، جسيت عندها كتله وشكيت انه هالكتله مثلا متثبته ممكن تكون فيها خباثه، الخطوه اللي بعدها انا بدي اطلب استقصاءات. تمام. هلا اول استقصاء انا بفكر فيه طبعا هو ايكو ستدي، خاصه اذا كانت السيده عمرها تحت 30. المامو تحت 30 عاده ما بفيد، لانه نشيد الثدي بيكون مكتنز، يعني في غدد كتير بالثدي، فصعب شوي انه يعني المامو صعب انه يقيم لي اذا في شيء مشكله. اما الايكو بيكون ادق بهيك حالات. فانا اذا تحت 30 قولا واحدا بدي ايكو. دكتوره في فرق بين المامو والايكو؟ طبعا يعني؟ نعم طبعا في فرق. هلا الايكو الثدي هو بيعتمد على الامواج فوق الصوتيه. المامو مثل صوره الاشعه تقريبا بسيطه فينا نقول تجيك. هلا الايكو تبعت الثدي انه غالبا اذا تحت 30 رح اطلب لنا الايكو بطلب ايكو للثديين، كمان ايكو ايضا للابطين مشان يقيم لي حاله الابط، حاله العقد اللمفيه. طبعا انا مسبقا بالفحص بكون عامله كمان فحص اجباري للثديين وفحص للابطين. بس عاده فحص سريري فيني اقول مثلا بجس الكتل اذا كان حجمها فوق الواحد سنت، اما اقل من هيك ممكن ما اقدر جسها. فلهيك انا الاجباري بدي استقصاءات متممه اذا ما كنت جاسه شيء او بس شاكي بشيء يعني. طلبنا مثلا نحن الايكو، طلبنا مثلا المامو اذا كان العمر لنا فوق 30 او فوق 35 حتى. الخطوه اللي بعدها طبعا بترجع حسب نتيجه الايكو، حسب نتيجه المامو. اجت الايكو اجى المامو سلامي، ما في اي شيء، ما عندي اي شيء بيستدعي تطمين المريضه، بتوقع بهيك امور كافيه. كان عندي مشكله معينه بينت معي على الايكو بينت معي على المامو، وطبعا حسب المشكله اذا خراج في له علاج معين، اذا كيسي له علاج معين، اذا شك بخباسي. فالخطوه اللي بعدها هي الخزعه، لانه انا ما فيني بس بناء على صوره ايكو ماما وانا شاكه بالخباسي اني اعطي للمريضه انت عندك سرطان ثدي. طبعا لازم اخذ خزعه. هون بيجي دور الخزعه، والخزعه يفضل نعمل خزعه تروكات حاليا. يعني هي سابقا كان اي كتله ثدي فورا بيروحوا بيستأصلوا الكتله بيعملوا خزعه استئصاليه، المدارس الكلاسيكيه يعني. او في كمان في سابقا كثير قديم كثير كانوا يعتمدوا على الاف ان اي، هي خزعه بالابره الدقيقه، بس هي مشكلتها بتاخذ بس خلايا، ما بتاخذ نسيج من الكتله نفسه، يعني بتاخذ خلايا. اذا عطتك ايجابيه فانت خلص يعني فيك تقول انه خلص في ورم. بس بنفس الوقت حتى لو عطتك ايجابي انا ما فيني اجي استأصل ثدي بناء على نتيجته، تماما ما فيني استأصل. هو هلا الاجراء هذا لهيك انا لا، اجراء الاف ان اي اكيد، يعني حتى لو حدا هلا عم يحاول انه يعمله لا اكيد افضل انه الواحد، يعني ما بدي لك الافضل، انا عن نفسي مثلا مستحيل افكر فيه. اكيد التروكات، اكيد التروكات، لانه التروكات بيعطيك نسيج، ما بيعطيك خلايا، بيعطيك نسيج، وغير هيك بيعطيك نسيج كامل طبقات. يعني انا الكتله بعمق بنزل انا من الجلد، انا نازله تحت اخذت خزعه كامله. تمام. فبدرس انا الكتله ككل، القطاعات كلها، قطاع تمام. الجسم انا ما اخذت بس خلايا، لانه الاف ان اي حتى لما بتكون سلبيه، الاف ان اي اذا كانت سلبيه فانا ما فيني اكد للمريضه انه ما عندك شيء ايضا، ما فيني. فبالتالي انه خلينا نقول هي لازم هي بطلت، غالبا بطلت من الممارسات. بس في حال كان حدا لسه عم فكر انه يفكر فيها او انه ممكن يعملها، اكيد لا التروكات. يعني بس انا بحب لو نشرح للمستمعات دكتوره التروكات شو هو، يعني التروكات هي بشكل مبسط. يعني هي ابري، بس الفرق انه خلينا نقول هي الابري تقريبا بتعطيك خزعه، بتعطيك الخزعه بقطر حوالي 1 ملي والطول حوالي 1 سنت. تمام. جهاز صغير فيه ابري، بتفوت تخدير موضعي، اجراء سهل بسيط جدا بنعمل حتى بالعياده. حلو. تخدير موضعي، الابري بتنزل الابري على مكان الكتلي، ممكن انا احط اصبعتين عندي على مكان الكتلي انا جاسستا، وبعدين بفوت فيها للكتلي طقه، يعني ما مزعج ابدا الاجراء، وبتاخذ الخزعه. طبعا بكون اخذت عينه من نسيج كافي لتندرس فيها، اذا في ورم بيعطيني نتيجه اكيد انه خاص انا عندي ورم، حتى بيحدد لي شو نوع الورم، حتى كمان فيني ادرس عليها المستقبلات الهرمونيه. حلو. على نفس العينه، يعني فيني نوعا ما اخذ دراسه تقريبا شامله عن الورم الموجود عند هاي المريضه. بيجي انا للخطوه اللي بعدها، اذا انا شخصت انه انا عندي ورم عند هاي المريضه، الخطوه اللي بعدها اني ادور هذا الورم عاطي نقائل ولا لا. فهون انا ممكن ارجع ساعتها للطبق الماسح، بشوف اذا في عندي نقائل رئويه، نقائل على الكبد مثلا، اذا في عندي اعراض عصبيه ممكن اعمل سي تي للدماغ اتحرى اذا في نقائل عصبيه، شكيت بوجود نقائل عظمي ممكن اعمل ومضان عظام. يعني هاي هي الاجراءات اللي بنشخص بها عليها سرطان الثدي. والاجراءات المخبريه يعني التحاليل المخبريه هلا ممكن نحن اكيد حنعمل فحوصات عامه قولا واحدا.
بتفيدني. هلا عادة السيدات اللي بيكون عندهم سرطان ثدي خلينا نقول شوي يعني صار له فترة ممكن يجوك بفقر دم، بيكون في عندنا نقص خداب بالتحاليل العامة. أنا رح أعمل طبعا كمان وظائف للكبد، ممكن نلاقي في اضطراب إذا كان في عندي نقائل كبدية، وفي وظائف عامة، وظائف كلي، وظائف التخثر، هاي بتفيدني اللي مشان أنا الجراحة. تماما. بس مو بالضرورة الاقي في اضطراب، يعني ممكن تكون سيدة عندها سرطان ثدي وما بالضرورة الاقي أنا في اضطراب بهي التحاليل. تمام دكتورة. وفي الواسمات يمكن ما كان الواسمات الورمية كمان الواسمات الورمية CIA والCA 15-3. هلا نحن بنعملهم بس مشان خلينا نقول انه بتصير هي قاعدة مشان بعد ما انا المريضة اذا اعتزت علاج بعدين علاج جراحي شعاعي كيماوي خلصت علاجها ككل، لاحقا بالمتابعة لما انا برجع بعمل معايرة للواسم الورمي لقيت في ارتفاع، فهذا ممكن يدلني على انه معناتها المرض رجع مرة تانية. نحن بنقول نكس ورم او هو معاودة المرض. تمام. هاي احد الاجراءات اللي ممكن انا اعملها كمان بتشخيص المرض. تماما. اكيد الاجراءات التشخيصيه بعد وقبل العمل الجراحي هي مطوله جدا ربما، لكن خلينا شوي نبتعد شوي عن المصطلحات العلميه. او السؤال اللي حابب انه اطرحه على الدكتوره، والدكتوره ايضا راح تتوجه للمستمعات. عندنا بمنطقتنا وسواء ربما بالشرق الاوسط كله موضوع حاله الخوف عن اجراء الخزعه اللي دائما المريضة أو المريض بغير جراحات كمان يعني بيبتعد بينفر منا دائما، بيخافوا منا إنه والله الدكتور بده ياخذ مني خزعا إذن المرض خبيث أو بده ينتشر. هل مفهوم الخاطئ هذا يا ريت دكتورة عبر منبر بوير وبنصائحك أو بشرحك البسيط يا ريت نوجه كلمة للمستمعات والمستمعين، للمشاهدين والمشاهدات اللي عم يشاهدونا عن هالموضوع الخزعة هي وشو هو، يعني ليش بيخافوا منها؟ هل الإجراء هذا بسيط وإجراء تشخيصي يعني؟ لأني ما بيكونوا خايفين من الخزعة قد ما بيكونوا خايفين إنه يطلع عندهم سرطان. تماما. هيك يعني أنا بخاف يطلع عندي سرطان، لما بقول كلمة خزعة معناتها أنا غالبا عندي سرطان. تمام. طبعا هذا الشيء غلط، لأنه أنا حتى الآفات السليمة في مرات أنا بضطر إني أعمل فيها خزعة. نعم. لحتى أنا أكد شكي بالسلامة، ما أعمل لك بالخباسي، أنا شكيت إن هاي الكتلة هي كتلة سليمة بس عندي احتمال إنه يكون كذا كذا. بعمل أنا خزعة مشان أكد، مشان أنا إذا تركت المريضة تحت المراقبة خلاص أنا مطمنة، أنا مأكدة تشخيصي، وبالتالي فيني أنا أمن وأترك المريضة تحت المراقبة. فالخزعة لا بالعكس هي إجراء خلينا نقول هي بسيط، وخلينا نقول حتى يعني فيني يقدم لي فرصة علاج أفضل بكتير فيما لو أنا مثلا تركت حالي من دون ما أعمل خزعة. صح. أو مثلا قال لي الدكتور بشيلك الكتلة كلها. هلا هي هيك بيعتمدوا انه انا شال الخزعه معناتها هي ساعتها موجوده الورم، لا بده ينتشر ساعتها اذا ضل الورم موجود. بالمقابل تعال انا بشيل الكتله كلها. لا طيب انا اذا بدي اشيل الكتله كلها انا رحت عملت عمل جراحي اسمه هذا، شلت الكتله تعرضت لعمل جراحي خلينا نقول تخدير، غالبا تخدير عام مثلا، شلت الكتله ككل، انا ضيعت على حالي فرصه علاج بعدين. صح. ليش؟ لانه انا بعد ما يتشخص عندي الورم وطلع عندي ورم على سبيل المثال، طيب ماشي انا بدي ارجع فوت على مكان، بدي أول شيء المرضى لازم مرة تانية تعمل عمل جراحي، تتعرض لتخدير عام مرة تانية، اختلاطات التخدير العام مرة تانية. هاي أول شغلة. تاني شغلة مثلا أنا بكون في شيء في شغلات حديثة خلينا نقول طورت شوي بالعلاج ممكن أعملها قبل ما استأصل، بهيك حالي أنا ضيعت حالي فرصة إني طبق هاي الأمور وجاي الحكي فيها. أكيد طبعا. الشغلة الثانية والأهم مثلا إني يعني هي الخلاصة، بما أنه نحن نحكي بعدين عن الدراسات الحديثة بالعلاج، أنا بضيع على حالي خلينا نقول فرصة العلاج المناسب. تماما. العلاج المناسب. تماما. حتى العلاج حتى خلينا نقول مثلا الجراحة المحافظة تبع الثدي بضيع على حالي. شو بتقصد فيها؟ انه العلاج الدوائي دكتوره بدون لجوء لا ابدا. انه نحن مثلا لما ناخذ خزعه التروكات من كتله الثدي، نعم، وشخص انه عندي ورم والورم كان تمايزه جيد وانا ما عندي نقائل وما عندي كذا، ودرست المريضه والامور كويسه والمريضه عندها حجم ثدي مناسب، انا ممكن اعمل لها جراحه محافظه. يعني ممكن انا اصل الكتله مع الحواف، يعني طبعا بعد ما شخصت انا وحددت انه نوع الورم هو نوع جيد، لانه انت خزعه التروكات بتعطيك اذا كان هذا الورم جيد التمايز سيء التمايز، اعرف من خلاله شو مسير الورم رح يكون. تمام. فانا بهيك حالي ممكن انا اصل الكتله مع الحواف تبعت الامان تبعتها، او اعمل ثدي ربعي ما اصل الثدي ككل. تماما. وبهيك حالي يعني اكيد افضل للسيده، خاصه اذا كان بعمره صغير خلينا نقول تحت ال40 مثلا. بهيك حالي ما بتخسر السيده الثدي ككل، يعني بتحافظ عليه
وبنتيجة تقريبا جمالية شبه مقبولة بين مع فارق بسيط مثلا بين الثديين. أكيد. حابب أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا هلا أنتم عم تسمعوا إذاعة بوير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا بالاستديو الدكتورة آلاء عمر الإبراهيم، أخصائية جراحة عامة وتنظيرية. عم نحكي عن موضوع آفات الثدي وآخر مستجدات حول هالجراحة هاي. طبعا حابين تتصلوا معنا، فيكم تشيلوا السماعة 429 101. أيضا برسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4. ومشاهدينا على البث المباشر فيكم تبعتوا أي سؤال عبر الكومنت، رح نجاوب عليه أكيد، ورح نكون مسرورين ورح تأغنوا لقائنا. دكتورة، دواعي استئصال الثدي سواء كان التام أو الجزء، يعني ضمن سياق حديثك من شوي حكيتي شوي تطرقتي لهالموضوع هذا، ولكن لا نعرف دواعي الاستئصال. هلا استئصال الثدي تمام، في استئصال ثدي خلينا نقول استئصال ثدي تام او بسيط، يعني انا بشيل بس غدة الثدي. في استئصال ثدي جذري معدل، هو مصطلح طبي يعني، بس انه انا بشيل الثدي وبجرف العقد الابطيه. وفي استئصال ثدي محافظ. المحافظ معناها اني انا اشيل قسم من الثدي فقط، بيندرج تحته الثدي الربعي، وبيندرج تحته شيء اسمه اني انا بس شيل الكتلي مع تجريف حوالي الكتلي مع اجراء تجريف العقد الابطيه. هلا طبعا هاي الاصابات كلياتها هي موجوده فقط في حال انا شخصت انه عندي سرطان ثدي. نعم. تمام. بس كمان في مرات بيكون عندي خراج ثدي، حتى خراجات الثدي احيانا تستدعي مني اني انا ممكن اضطر لوصل لمرحله اني استأصل الثدي جزئي. تمام. طبعا احيانا الخراجات اذا تم اهمالها ممكن اوصل لمرحله اني انا استأصل ثدي جزئي، يعني مو بالضروره فقط الاستئصال الثدي بيكون لحاله ورميه. الخراجات المهمله في حتى آفات سليمه، مثل في طبيا نحن بنقول له فيلويد، هو ورم ورقي، خلينا نقول هو ورم سليم يعني. بس ورم سليم بس حجمه بيكون كبير عرطل. طبعا مثل ما حكينا فكرة الخزعة. نعم. بتأهمل السيدة انه تاخذ الخزعة وتشخيصه وكذا وبتترك الموضوع، بتلاقي يعني. كبر مع الوقت، فبس كبر مع الوقت اخذ حيز منيح من الثدي. خاصة اذا حجم الثدي صغير اخذ حجم منيح من الثدي، فانا بهيك حالي بدي هي بتضطر يعني. طبعا انت صرت بدك تشيل جزء من الثدي اذا ما الكل طبعا. نعم. دكتورة، الإجراءات التحضيرية للعمل الجراحي من شوي حكينا عن موضوع الإيكو والفحص السريري والهاي. المريضة بدها تتحضر لعمل جراحي، سواء كان خلينا شوي نقول إنه العمل رح يأثر على نفسيتها أو في أمور بتحضروها قبل العمل الجراحي، سواء كانت التحاليل والاستشارات يعني أمور تانية. كيف بتحضروا المريضة للعمل الجراحي؟ هلا اهم شيء هي موضوع فين قال لك انا لحالي ما رح كفل حتى اقدم لها دعم نفسي. اكيد هذا الموضوع هي المريضه نفسها بده يكون في وعي، خلينا نقول. اهم شيء انك انت توعي المريضه لشو مشكلتها. لازم هي تكون واعي انه انا عندي سرطان ثدي، انا بدي اعمل معالجه هلا، فايت اعالج سرطان ثدي. خلص انه هاي مو نهايه العالم. سرطان الثدي هلا حاليا لما بيتم اكتشافه باكرا وبيتعالج بشكل صحيح بيحقق نسبة شفاء تقريبا فوق 80%، وهي نسبة كبيرة. أنا عم أقول لك عن نسبة شفاء. نعم. شفاء يعني شيء خلص تمام. ممتاز. بالنسبة لسرطان، فهي أهم شغلة لازم المريضة تعرف هذا الشيء. تمام. فينا نقول دعم نفسي من قبل مثلا أنا تشجيع المريضة، من قبل الأهل، هاي الأمور كلها. طبيا أنا بتطلب مني إني أنا أكون دارس المريضة بشكل جيد، عاملة للإيكو، عاملة للمامو، يعني ما بيكفي بس الثدي اللي أنا شاكي فيه، بدي أكون أيضا عامل دراسة للثدي الثاني. صح. لأنه في سرطانات ثدي بتكون ثنائية الجانب. نعم. خاصة لما بيدخل عامل وراثي بالموضوع. هلا في دراسة جينية بس ما بتوقعها، هي بصراحة يمكن هون ما عم تطبق عنا. لأنه في عندك مورثات متهمة بسرطان الثدي. أيوة. طبعا في دراسات جينية، بس فينا نقول هي ناخذها لشريحة نخبي مثلا المجتمع، لما بتناقش انت الموضوع مع المريضة وكذا وما عندها مشكلة، انه هي كثير مكلفة. وطبعا بحالات معينة مو عند كل السيدات، بدها تكون عمرها كتير صغير، خلينا نقول مثلا سرطان ثدي تحت 30 او حتى تحت 35، لانه حتى 35 صبيه. في قصه عند الام عند الاخت، فهي الوراثه اكيد في لها دور. فالدراسه الجينيه بهيك حاله اذا المريضه ما عندها مشكله وانا بحثت مع الموضوع كمان ممكن اعملها. درست المريضه بشكل وافي من كل شيء، اجراءات فحوصات لازم اعملها، فحوصات مخبريه سبق وحكينا، موضوع الخضاب، اجراءات التخثر، في اي مشكله باي شيء فيهم لازم انا احله قبل العمليه. حسن الخضاب مثلا تبع المريضه اذا لا سمح الله كثير مثلا نازل لدرجة بيستدعي مثلا نقل دم أو غيره.
يعني بتوقع هدول اكيد يعني. اي، وتحري عن النقاء اكيد هي نفسها من ضمن دراسه المريضه نفسها، كل انه سواء للثدي الثاني او نقاء الابعد من هيك. بالضبط. دكتورة، عالم الطب في تطور دائما على قدم وساق، يا ترى هل هناك دراسات حديثة حول المعالجة سواء كانت الجراحية أو الدوائية؟ هلا بالنسبه للمعالجه الجراحيه اكيد في خلينا نقول توجه اكثر نحو جراحه الثدي المحافظه. تمام، اني انا احاول ممكن في حالات عم نعمل فيها استئصال ثدي تحت الجلد مثلا، استئصال ثدي مع الحفاظ على الحلمي والهالي، مع إعادة مثلا طبعا تحت الجلد نحن عم نحكي في نعمل زرعة صناعية سواء بروتيز أو مثلا من العضلة العريضة الظهرية، يعني إنه في شريحة نحن بناخدها إذا مو بروتيز شيء من جسم المرأة نفسها، يعني ما تفقد طبعا قدر الإمكان يكون شيء قريب للجهة الثانية، ما تحس إنه خلاص انفقد الثدي بشكل كامل. متناظر يعني. تمام. فهي فينا نقول مثلا جراحات الثدي المحافظة هلا بتحس إنه عم يصير في توجه لها أكثر نوعا ما، بالإضافة لموضوع خزعة التروكات اللي قلنا إنه ما عاد نحن نفكر بإنه والله كل كتلة ثدي خلاص بيجي أنا بقول للدكتور والله عندي كتلة تعال نشيل الكتلة، وبعدين شخص إنه أنا عندي ورم، خلاص خزعة التروكات. هلا التروكات كثير عم نحاول نحن تمام نكرره، يعني نكرر قدر الإمكان، لأنه هو إجراء بسيط وسهل كتير، وهو يعني أنا إذا طلعت الكتلة سليمة فخلاص أنا جربت المريضة عملية بالأساس. تماما. طلعت الكتلة خبيثة، طيب أنا عرفت شو نوع الورم. بالضبط. بعد ما عرفت أنا شو نوع الورم، هلا نحن بالدراسات الحديثة هلا هي ما بهالحداثه خلينا نقول، بس احنا عندنا مثلا ببلادنا خلينا نقول عم تطبق نوعا ما، مع انه هي كثير يعني في لها قدم نوعا ما، هي موضوع انه العلاج الكيماوي، العلاج الكيماوي قبل الجراحه. يعني الكل مثلا بيعرف انه الكيماوي بينعمل بعد الجراحه، انا عملت العمليه بعدين بروح باخذ علاج كيماوي. لا، في حالات هلا نحن عم نعطي فيها علاج كيماوي قبل العمليه، حتى لو كان حجم الكتله ما كبير، يعني ممكن يكون حجم الكتله 2 سم او 3 سم، ومع هيك انا اعطي علاج كيماوي قبل العمليه. الغرض من هذا الشيء اني انا لما بعطي علاج كيماوي، تمام، انا اذا عندي انتقالات منشهريه بسرير الثدي نفسه انا حددتها، الكتله نفسها صغرت حجمها. يعني كانت السيده جايتني بكتله مثلا 4 سم، اعطيتها 2 جرعه قبل الجراحه او 3 حسب طبعا راي طبيب الاورام. لقيت الكتله صغرت صارت مثلا 1.5 سم، بهيك حالي انا صار فيني اعمل لها جراحه محافظه للثدي، يعني صار فيني اشيل مثلا الكتله جرف حواليها او اعمل سد ربعي وجرف العقد الابطيه بدون ما اشيل الثدي ككل. وبعد العمليه انا فينا اعرف، انا بكون عرفت شو هو العلاج الكيماوي المناسب والاضمن للمريضه، لان لما شفت ان الورم صغر بهذا الحجم على هذا العلاج، معناته هذا العلاج انه مناسب للمريضه. تماما. في استجابه للورم من قبل هذا العلاج، انا فيني اكمل فيه وانا مطمنه، ما لاقي المريضه انه انا عم طبق لها علاج كيماوي وهو وضعها متدهور. هلا ممكن يكون ورم انزاله سيء وهو بالاساس عم، بس يعني انه هي كمان ميزه. تماما. دكتوره، ايمت يعني من المفروض السيده او المراه او الصبيه لازم تزور الطبيبه، او خلينا نقول انه سواء كان طبيب او الطبيبه، سواء كانت عازبه او متزوجه، مرضعه او غير مرضعه، ايمت لازم تراجع الطبيب؟ هلا الطب والافضل انه كل سيده فوق 30 سنه، تمام، تعمل فحص، لو فحص سريري، ما عم اقول لك فحوصات ولا ايكو ولا شيء، فحص دوري عند طبيب او طبيبه كل سنه مره. ما حبت تزور الطبيب تتعلم هي لحالها كيف يتم اجراء الفحص الذاتي وهي تعمل. ايمت ما لقيت انه في مشكله، شكت بوجود مشكله، فورا تراجع الطبيب. طبعا هذا نحن عم نحكي عن الطب. تمام. اما كتوصيات، سيدات خلينا نقول اللي فوق 40 سنه يفضل اجراء صوره ماموجرام، حتى لو ما عم تشكي من اي شيء. فوق 40 سنه اي سيده فوق 40 سنه تعمل ماموجرام كل سنتين، فوق 50 سنه بصير كل سنه. تمام. وجود قصه عائليه بخليني انا اعمل استقصاءات بعمر ابكر، يعني تقريبا ممكن من 30 او 35 انا بلش لازم اعمل استقصاءات. ويفضل طبعا من 30 اذا في قصه عائليه، لانه وجود القصه العائليه بيزيد احتماليه الاصابه بسرطان الثدي. اذا عند ام مثلا بيزيد 4 اضعاف، اذا في قصه عند ام واخت بيزيد 8 اضعاف. صح دائما. فانا بهيك حالي لا، بفضل اني اعمله حتى لو من عمر 30. فانا بصير بعمل الايكو والماما طبعا ومراقبه. تماما. وطبعا وجود آفة ثدي سليمة، إذا السيدة عندها بالأساس مشكلة مثل حكينا أنه ورم غدة ليفة مشخص هي، وعندها كان عمرها مثلا بسن البلوغ ب 18 سنة، مشخص عندها كتلة ليفية صغيرة، طبعا هي أكيد بدها مراقبة. السيدات اللي عندهم مشخص عندهم داء ليفة كيسة، طبعا هدول معظم بيكونوا عارفين حالهم من أعمار 30 35، كمان هدول بدهم مراقبة دورية بالإيكو كل 6 شهور.
يعني السيدات خلينا نقول اللي عرفانين انه عندهم مشكله بالثدي، هدول اكيد بدهم مراقبه، بدهم متابعه حسب كل حاله على حده. بس اللي سيدة اللي ما عندها شيء بالثدي، ما عم تشكي من اي شيء، مثل ما قلنا فوق ال40 المامو كل سنتين، فوق ال50 كل سنه، في قصه بدءا من 30. تمام. أحد المستمعات أو أي حدا مستمع عم يسأل يا ترى دكتورة إنه لوين بدها تأدي إذا ما تشخص المرض؟ هل أي آفة موجودة عند المرأة أو السيدة ممكن لشو تأدي؟ يعني شوي ضمن سياق حديث. تمام. هلا قصدك بالآفة إنه الورم إذا ما سرطان تشخص أو أهمل يعني. تمام. هلا إذا المرضى عم تعاني عن جد من سرطان ثدي وهي مطنشة الموضوع، السرطان بالأخير رح يتقدم. إذا تقدم بشكل موضعي خلينا نقول ضمن الثدي نفسه، بالأخير رح يتقرح عند الجلد، رح يصير في عنده نخر بمنطقة الثدي ككل. النخر ممكن يوصل للعضلات بالمنطقة من جوا. بهيك حالي أنا كجراحة ما عاد فيني أعمل شيء أبدا للأسف. يعني للأسف الثدي ككل إذا تنخر وتقرح أنا ما عاد بيطلع فيني شيء. خلينا نقول منظر بيعطيك مثل الجنجرينا مثلا. صح. جراحيا أنت صعب تعمل أي شيء، وإذا فتت بدك تشيل مثلا فهي المنطقة كلها رح يتم تجريفها، بس ما في شيء ترمم فيه. صح. هي عم نحكي إذا تقدم ورم موضعيا. نعم. أما في حال صار في عندي انتقالات بعيدة، وطبعا هذا الشيء رح يصير بأي ورم ما عم يتعالج. الانتقالات البعيدة رح تروح سواء على الرئة، على الكبد، على كذا، فهون للأسف أي عضو مجاور له طبعا بكل ممكن تروح للدماغ وممكن توصل لأي مكان. بس هو طبعا أشع شيء إنه حتوصل أول شيء للعظام، الرئة، بعدين الكبد. بهيك حالي طبعا بس صار في عندي انتقالات، موضوع الجراحة صار فينا نقول تلطيفة حسب الوضع. يعني بصير العلاج هو علاج بالدرجة الأولى كيماوي تمام. على وعسى. لذلك كلمة المبكر دائما مقترنة بالكشف عن سرطان الفلان المبكر. طبعا دائما مقترن هالكلمتين هاي. يعني أكيد راح نختم بنصائح الدكتورة آلاء لقائنا بآخر الحلقة، مجموعة نصائح يعني أكيد راح تحكي لنا إياهم. لكن دكتورة الخوف أحيانا هو بيكون أحد الأسباب اللي إنه من شوي حكيتي إنه المرأة أو السيدة أو الصبية ما عم تزور الطبيب بسبب الخوف من وجود آفة خبيثة مثلا، كتلة غير حميدة. لا، الدكتورة هلا رح تنفي هالحكي هذا وطمنكم يعني بكم كلمة من عندها. موضوع إنه تنصحوا النساء عن موضوع إنه يشيلوا الخوف على جنب ويراجعوا الطبيب، ما كل كتلة موجودة أو كثافة أو شيء مدسوس باليد ما بيعني أبدا بالضرورة سرطان. تمام. بس أنا لما بيكون شغلي سليمة ممكن تنحل. إذا أنا طنشتها ممكن توصل لمرحلة يصير العلاج فيها صعب، أو يصير العلاج فيها خلينا نقول غازي. يعني رح يصير في إجراءات بدي اضطر أنا أعملها. تمام. هي إجراءات رح تكون تقارب الإجراءات اللي بعملها بالحالات الورمية. تماما. إذا أنا تركت الموضوع مع أنه بتكون هي شغلات بسيطة. صح. يعني أنا خراج الثدي بيكون صغير، إذا عالجته بكير خلص إنه تحددت الأمور 2-3 سم شو ما كان خراج. لا يحتاج لتداخل جراحي أكبر من هيك. ممكن تفجير شق صغير وفجر وخالصين. تمام. بالمقابل إذا أنا تحملت الوجع وطنشته وأنا خايف من كذا وتركت حالي 1-2 طيب التخريب من جوا عم يكمل أكتر وأكتر. صارت المساحة أوسع. صرت أنا مضطرة إني بدي فجر مساحات أوسع، استأصل بشكل أوسع. يعني أنا عملت إجراء أكبر. أقصى رح تكون. طبعا تكون أقصى بكتير. تماما. دكتورة، ما بعد العمل الجراحي سواء بأي عملية كانت، شو بيتطلب من المرأة من المريضة يعني؟ هلا أهم شيء تمام. خلينا نقول طبعا احنا قلنا على الناحية النفسية هي أهم شيء أكيد. إنه لازم المريضة عملت عملية لسبب سرطان ثدي، فهنا لازم أول شيء بالدرجة الأولى أنا تكون خلص متقبلي الموضوع إنه 1-2-3 إنه أنا عندي نسبة شفاء عالي إذا أنا استمريت بالعلاج تبعي. يعني أنا لازم أتابع مع طبيب الأورام العلاج الكيماوي، العلاج الشعاعي، التخوف من الكيماوي، هذا لازم أنا ألغيه تماما. المفروض إن التزم بجرعاتي. العلاج الهرموني مثلا اللي كمان بيوصف فيه للسيدات كمان لازم التزم أيضا فيه. خلينا نقول إذا المريضة تقبلت هذا الشيء، تقبلت علاجها الكيماوي الشعاعي الهرموني، هاي الأمور تقبلت الموضوع تبعيتها، يعني هي أهم شيء لها بعد العمل الجراحي. تغذية جيدة، عناية بالجرح،
المتابعة والمراقبة بعد العملية قولا واحدا. يعني نحن بعد ما نعمل العملية خلاص أنا ما بدي أقول لك إنه الواحد يصير تفكر إنه أنا عندي خلاص إنه أنا انتهيت ما عاد فيني أعمل كذا، لا خلاص كمل حياتي عادي. بس بنفس الوقت أنا ما بطنش، يعني أنا المفروض بيحدد لي الطبيب إنه أنت عندك مراجعة مثلا كل 6 شهور، عندك مثلا صورة إيكو، كل سنة لازم تجي تعملي عندي مثلا طبقي ماسح. لا أنا بلتزم بهي التعليمات وبلتزم بهي التوصيات. كنا نشوف سيدات عاملين استئصال من 15 سنة وجايين عم يراقبوا من 15 سنة والأمور كتير منيحة. تماما. دكتورة، حقيقة يعني هي مانا موضوع دعاية، ولكن الجمعيات وفي بعض الجمعيات والمنظمات هي حقيقة يعني من الفترة المضت يعني ركزت عن موضوع سرطان الثدي أو الفحص الذاتي، وعملت كتير من الحملات سواء كانت بالقرى أو يعني على مستوى المدينة، أو خلينا نحكي على مستوى شمال شرق سوريا. يعني خلينا يعني نكون شوي واقعيين. موضوع طريقة الفحص الذاتي من شوي حكيتي عن هالموضوع هذا. لمستمعاتنا يعني إذا فينا نوصل الفكرة لهم إنه عن طريق السمع شلون راح يستفيدوا من هالتوصية، أو كانوا اللي عم يشاهدونا كيف طريقة الفحص الذاتي دكتورة إذا المرأة وهي عم تتحمم العفو يعني بجسد كثافة أو كتلة أو كيسة أو جسم غير موجود بالثدي الآخر. يعني حابب هيك بنصيحة منك أو طريقة الفحص الذاتي بنتمنى مستمعاتنا يستفيدوا منها. هلا طبعا أول شغلة يفضل إنه تعمل أول شيء تأمل. خلينا نقول يعني مفروض تخلع ملابسها، توقف قدام المراية، تحاول تقارب الثديين عندها، تشوف مدى تناظر الثديين، الحجم تبعيتهم، لانه في حالات كتير انا بيكون في عندي ثدي اكبر من الثاني، بس بيكون هذا الشيء موجود من سنوات، يعني مو هو شيء جديد. اذا صار شيء جديد لا، هذا بيستدعي مني اني نراجع الطبيب. صح. فاول شغله انا لازم اشوف الثديين، شوف التناظر تبعيتهم، بدي ادقق على منطقه الحلمتين، في تناظر بالحلمتين او لا، فجاه شفت هاي الحلمه فاتت عن هاي الحلمه، صار في شيء مو ظابط معناتها. هاي الامور كمان مهمه. هي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية بروز لمكان غؤور الحلمي. غؤور الحلمي، هي غؤور الحلمي أيضا إحدى الأسباب. يعني فين أقول لك مثلا هي أحد الشكاوي أو الأشكال اللي بتجينا مريضة سرطان الثدي فيها طبعا. فأنا هاي الأمور لازم طبعا ما أعمل لك إنه كل غؤور حلمي هو سرطان، أكيد لا. في سيدات بيكون عندهم غؤور موجودة وقت ما كانت صبية 10-12 سنة، طفلة معروف عندها، بس هذا الشيء بيطلب منها انه تكون هي منتبهة للموضوع تماما. فموضوع التأمل مهم. انا بشوف الثديين وبقاربهم. الجس بيجي بالدرجة الثانية. فانا بالجس انا مفترض خلينا نقول السيدة تحاول تعمل ثدي 4-4. بتجي على منطقة الترقوة، عظمة الترقوة، وبعمل خط بالمنتصف بينزل باتجاه الحلمي. بعدين بعمل خط يقسم الخط السابق بالنصف باتجاه الحلمي، فصار عندي 4-4. كل ربع بحاول انا اجس لحال. ممنوع انا امسك الثدي بين ايدي تنتين. أيوة. لان اذا انا مسكت هيك فانا رح اجس الغدد تبعت الثدي وفكرها هي كتله. تمام. الجس لازم يكون بالراحه تبعت اليد، راحه اليد. بلش انا بكل ربع لحاله، ما بمسك الثدي بشكل عشوائي لان هيك رح تضيع علي الامور. بيجي انا بكل ربع بحط راحه ايدي بالربع الفلاني، مثلا اول ربع بلشت فيه البراني، وبلش جس بشكل دائري بشكل لطيف، وبخلص كل ربع لحال، اول ثاني ثالث رابع، اخر شيء بجس منطقه الحلمي ومنطقه اللعوي. نعم. بنتقل بعدين للثدي الثاني بنفس الشيء طبعا. واذا السيدة بتقدر خلينا نقول تتقن هذا الشيء بيكون كتير ممتاز، لانه بصير هي عندها علم خلينا نقول مثلا ادراك لقوام الثدي عندها. فبالتالي اذا في اي كتله جديده ظهرت على بكير رح تقدر تكشفها هي تمام فورا. انا تعلمت انه عندي هذا القوام هيك، انا طبعا عم جس هون في شيء ما كنت جسه قبل. نعم. تمام. فانا هون معناتها في شيء مشكله، فهون مفترض انه خلاص فورا بروح انا على الطبيب، انا والله هيك عم يصير معي. كل كم فتره مفروض السيده تعمل هالفحص الذاتي دكتوره؟ اذا بتقدر تعمله هلا، هي خلينا نقول ما حد رح يقدر يلتزم فيها مع كل حمام مثل ما بيقولوا مثلا كل شهر 3 شهور ما في مشكله. المهم انه هي تضل تتابع الموضوع. حلو. بس اذا عندها مشكله سابقا، يعني نحكي احنا عن سيده ما عندها شيء بالثدي، اما وجود آفة مسبقا مشخصه بالثدي، داء ليفه كيسه او ورم غده ليفه عند الصبايا الصغار. نعم. طبعا هذا يفضل انه نحن قلنا انه الاستقصاءات الشعاعيه بتصير كل 6 شهور، فيفضل انه السيده تحاول تنتبه لحالها كل شهر، تحاول كل شهر تضل بتقدر بالشهر مرتين احسن واحسن كمان.
تماما. طبعا التحيات اللي عم توصلكم دكتورة هي كثيرة. بنشكر الجميع اللي عم يشاهدونا. طبعا سلاماتنا لكم جميعا، وكلها تحيات وسلامات لكم دكتورة. بس في سؤال للأخت جيهان، هو إجا متأخر، أكيد الدكتورة رح تجاوب على سؤالك. شو هي الأعراض اللي تخلينا نعرف المرض؟ بعيد الشر عن الجميع يا رب. إنه هي عم تسأل ربما إنه الكتلة تكون خبيثة. أكيد حكيت عنها الدكتورة ورح نحكي عنها قبل ما ننهي اللقاء. دكتورة، طبعا هو السؤال الأخير بحلقتنا، الأعمار الأكثر تعرضا لوجود كتل، وهل الرضاعة أو عدم الرضاعة سبب لآفات الثدي؟ هلا اذا بدنا نحكي عن الكتل السليمه، فالاعمار الاكثر شيء بتكون فيها هي فينا نقول بين 18 ل 30، حتى 35 حتى مقبول. فينا نقول هاي الكتل السليمه غالبا بتكون بهي الاعمار، بس مو معناه انه ما ممكن يكون عندك كتله خبيثه، ممكن. الاعمار اما الكتل الخبيثه فينا نقول هي غالبا بتكون فوق ال40، بمتوسط تقريبا بين 45 ل 55. احيانا في دراسات بتقول لك مثلا بسوريا المتوسط عندنا بحدود 60، بس هو 55 غالبا، يعني 45 ل 55. بس كمان ممكن تكون الكتل فيه سليمه، بس نحن عم نحكي الغالب انه بتكون هي كتل خبيثه. تماما. اما الكتل السليمه غالبا بتكون باعمار صغيره. بالنسبه لموضوع الرضاعه، هلا يعني هي رضاعه نعم رب العالمين، وان شاء الله هيك الله ما بيحرمها لاي سيده. امين يا رب. بس بشكل عام انه هي لحكمه ربانيه هي تقي من سرطان الثدي. سبحان الله. يعني الرضاعه بالعكس، الرضاعه الطبيعيه كثير تقي من سرطان الثدي، ويعني وفينا نقول السبب هو له علاقه بالهرمونات. انا سبق وقلت انه فرط الاستروجين عند السيده هو السبب الاساسي بحدوث سرطان الثدي، لانه الثدي خلينا نقول نسيج الثدي بيتغذى على الاستروجين. تمام. فالفتره يلي بتتم فيها الارضاع بيكون في عندي ارتفاع بهرمون البرولاكتين، فهو بيعارض عمل الاستروجين. تمام. فهي الفتره بتكون مثابه انه خلينا نقول اوف لنسيج الثدي، بيستريح من هرمون الاستروجين. فبهيك حالي انه فينا نقول مثلا انا ريحته انه يتعرض لهذا الهرمون اللي ممكن التعرض الزائد له انه يؤهب لحدوث كتل، والكتل ممكن بعدين مع الوقت تعمل مشكله. تمام. دكتورة، بنختم لقائنا الممتع والجميل بنصائح لمستمعاتك ومستمعي إذاعة بوير FM ومشاهدينا. كم نصيحة بشكل عام عبر منبر بوير ومن عند الدكتورة آلاء؟ هلا أول شغلة يعني بتمنى من كل سيدة أي مشكلة عندها بالثدي إنه أنا لازم أتوجه لطبيب أو طبيبة الجراحة العامة. تمام. حتى لو كانت هي حامل أو مرضع، يعني هي أول نقطة، إنه أنا عندي مشكلة بالثدي أنا لازم أروح لطبيب أو طبيبة الجراحة العامة، لأنه هذا الشيء فيني أقول بيندرج الاختصاص لهم تبعهم. تمام. في شيء الدرجة الثانية مثلا بتمنى كمان من السيدات يعني حتى موضوع الحرج خلينا نقول بفحص الثدي. إذا أنا عندي مشكلة إني أقدر أفحص ثدي عند طبيب أو شيء، أنا أحاول أتعلم الفحص الذاتي للثدي. في عندي صعوبات النت خلينا نقول ما ترك شيء، في الواحد يحط على الجوجل على اليوتيوب بيتعلم كيف فحص ذاتي وبشكل يعني. فتحاول هي تعمل فحص ذاتي للثدي نفسه، هي من نفسها في حال شافت أي شيء أو شكت بأي شيء ما تخاف. موضوع الخوف بالعكس، أنا هذا العنوان أنا شفت في شيء ما تخلي الخوف يخليني أنا مثلا اترك هذا الشيء يتفاقم عندي. لا، أنا شفت في شيء فورا بتوجه للطبيب. أنا لازم أتوجه للطبيب، هو اللي بيطمني بالأخير، بيعطيني طمأنينة 100%. أو إذا في شيء مشكلة ممكن إنه قدر حلها بكير. إذا قال لي طيب أنا بدي خزعة، ما لازم أتخوف كمان، لأنه سبق قلت لك في كثير حالات خاصة الصبايا الأورام الغدية اللي فيه شائعة كثير عندهم، ممكن أنا أضطر أعمل فيها خزعة. لما بيكون حجمها فوق 3 سم نحن الأفضل نعمل فيها خزعة، لأنه في اشتباه بينه وبين سرطان تاني بصراحة. فأنا لما بيقول لي في الطبيب بدي خزعة، مو بالضرورة إني أنا شاركك بورم، أنا ممكن يكون بدي خزعة بس بأكد السلامة. كمان بتمنى كمان من الأهل السيد إذا كانت من زوجي من الزوج مثلا، أحيانا بيكون في تخوف خلينا نقول مو من المريضة نفسها، بتخاف من زوجها من المجتمع من كذا، إنه يطلع أنا عندي سرطان عندي كذا. هاي الأمور كلياتها بدها تحاول إنه ما تخليها على حساب صحتها. صح. مو مفروض تكون أبدا على حساب الصحة. لازم تعرف كل السيدات هلا إنه سرطان الثدي ما عاد مثل الأول. صار في نسبة شفاء كبيرة، بس بشرط إنه يكون التشخيص باكر. كل ما كان التشخيص مبكر كل ما كانت فرصة الشفاء أعلى. نحن عم نحكي عن نسبة 80 فما فوق. تماما. يعني هذا أكتر شيء. وموضوع خزعة التروكات كمان هيك
اتطرقت عليها كثير، وبنشكرك كثير الدكتورة آلاء عمر الإبراهيم، ماجستير بالجراحة العامة والتنظيرية، خريجة جامعة دمشق وما شابهها، على هالمعلومات القيمة والحضور الجميل. أنا بتشكركم أكثر على الاستضافة، وشكرا كثير لك أستاذ عماد. تشرفت بحضور تواجد اليوم معكم، وإن شاء الله نكون فدناهم. أكيد إن شاء الله. شكرا لك. بشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين ومروان. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة، ضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة.